السلام عليكم، ازيكم يا بناتي؟ احلى بنات على اليوتيوب. معاكم ياسمين البحيري. النهارده هعمل لكم جوله في تسريحتي. انا مسكتها وضبطها واللي ملوش لازمه التررمه. ومش عارفه ليه ما بحبش اصور وانا بوضب، يعني بتلخم. فقلت اعمل لكم جوله بعد التوضيب. آه هي زي ما انتم شايفين من تحت 3 ادراج، بس دول فيهم هدوم. اي هدوم ملهاش مكان في الدولاب احطها في الادراج دي. وفيها من هنا دي حته فاضيه، حاطه فيها بس حاطه فيها ايه، حاطة فيها زي دي زي أجندة كده طويلة بحتاج أي ورق فيها. ومن الناحية التانية برضو أي حاجة أنا بحتاجها. هي ميزتها فيها هنا آه، الضرفة الطويلة دي هي لازقة في الدولاب على طول، فالحمد لله إن الدولاب جرار، عشان هي ملهاش مكان غير إن هي ما شاء الله كبيرة. الضرفة دي فيها 3 أرفف، ودول فيهم أي مستحضرات أنا مش بستخدمها، أو أي زيت أخلص الزيت اللي على التسريحة وأسحب من الزيت اللي هنا زي ما انتم شايفين. نبدأ بالتربو ده. التربو ده نوعه البلاستيك بتاعه نوعه ميد ستار، انا جايبه منه 2. واحد هنا، واحد اهو، جميل جدا. في منه 2 او 3 او 4. هو بقاله فترة عندي، يعني من قبل انا ما اتجوز هو عندي، فجبته معايا والصراحة نفعني، واختي عندها زيه ومامتي عندها زيه، فنفعنا كتير. الحاجة اللي فوقيه بقى ايه؟ عندي هنا زيت شعر، الحاجات اللي بستخدمها يوميا، ودي كلونيا. ادي الكريمات، الكريمات دي البشرة، دي المخمرية لإيدي، ده زيت الأطفال، برفان. عايزة اوريكم المكحلة دي، مكحلة نحاس كانت بتاعت ستي، لسه انا محتفظة بيها، تلاقيه زيها دلوقتي، حطها كده ديكور يعني. آه اول درج، ودي نضارة الشمس النظر بتاعتي. اول درج هتلاقي ده مكياجات، اي كل ما يخص المكياجات رحت ضمها ايه في درج واحد كده افضل يعني. تاني درج برفانات، كل ما يخص البرفانات. هتلاقي هنا السمكة دي بتاعتي فيها الدبابيس بتاعتي، الإبرة والدبابيس المشبك دي. الفازة دي وريتها لكم قبل كده، فيها التوك الاستيك بتاعتي بتاعت شعر. ودي المراية وجهين، اللي هي بتبقى مراية مكبرة ومراية عادية، دي برضو عندي من قبل ما اتجوز، جميلة برضو خدتها معايا. الستاند ده احنا عملناه مع بعض، اللي هي بتاعت مناديل الورق، وانا عملتها بالفوم، حط عليها الكحل ده بستخدمه كل يوم، والمراية الصغننة دي، وعليها الاكسسوارات اللي انا اكتر حاجات ممكن البسها يوميا. تحتها دي علبة المكياج اللي البنات كلها بتتجوز بيها وفي الغالب مش بتستخدمها، صلاحيتها قربت تخلص، فانا شوية وهتخلص منها يعني. حطها كده فوقيها. المناديل عندي اهي برضه، اكيد الواحد بيحتاجها يمسح بيها حاجة، مكياج او حاجة. برضه دي الفازة التانية وعليها بقية الاكسسوارات اهي، اللي انا بسحبها اكتر حاجة. عندي دي انا خدتها من الشغل بس مش عارفة وشها مخيف شوية. خدتها في المولد، دي اللي احنا عملناها مع بعض، فاكرين؟ عامله لها انا فيديو. وهنا بقى الطرب ده بتاع زوجي، البرفانات بتاعته، والجل الشعر والكريم شعر. ودي زي علبة كده حاطة فيها المشاط والفرش كلها. وهي الدرج ده حاطة أي حاجة مهمة، أي حاجة مهمة، موبايلاتي القديمة، الحاجات دي اللي أنا عايزة أحتفظ بيها، كرنيهات النادي القديمة. ده درج للتوك فقط، برضه مجمعت التوك أنا مع بعض. بس هي دي تسريحتي، يا رب بس تكون مرتبة حلو، متبقاش مكركبة قوي. هي ما شاء الله كبيرة، ودي كانت أمنيتي، عشان أنا قبل ما أتجوز كان دايما تسريحتي أختي مشاركاني فيها، فالحمد لله أن هنا انطلقت. حتى يعني زوجي ملهوش غير الرف ده بس اللي عليه حاجته دي بس، الباقي كله تمام الحمد لله. يا رب يكون ترتيبي عجبكم، وقولي لي رأيكم في التعليق تحت، عجبكم ولا لأ. يا رب يكون عجبكم، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. يلا سلام عليكم.